يلا ماما مفيش وقت، يا دوبك تقولي له خلاص اسكتي، دي اللي بعمل له كوبايه الشاي وطلع. كان مزاجه مش رايق، مرضيش اجيب سيره لحاجه، لو استنيناه يروق السنه هتخلص كده. يا بنت بطلي نبر فيها يا ماما، خلاص مفيش وقت، سيبيني بس انا هتصرف. كوبايه شاي، اي اكله بيحبها، وخشي في الموضوع بقى، مش هينفع كده. انت بتاكلي ايه؟ مش عارفه بتاع لقيتها فين. طب اقعدي على حالك، اقعدي على حالك، انجزينا احنا بنضيع. خليكي في حالك انت ومالكيش دعوه، اوعي. الف هنا تعيش. اعمل لك قهوه بعدين، كنت عايز بعدين. مال انت تعرف بعدين قلت لك بقى، مش عايز اسمع حاجه. ما يضرش برضه، داخله انام. ماشي. قولي لي قلتي لبابا بقى. لا يا اختي ما عرفتش اتكلم معاه كلمتين، مش طايق نفسه ولا طايقنا. يا ماما مش هينفع كده، بس ما تقلقيش انا هتصرف. انت بتاكلي ايه؟ بطاطا. يا بنت اقعدي على حيلك. هنضيعه كده؟ لا بس عندي خطه، اصبري بس هتفرجي انت. هنضيع بسببك. طب امشي بالوش. يا عاطف، معقولة مصاريف العيال ب 5000 جنيه؟ لا احنا محتاجين 2000 بس. ايه ده مستعجلينكوا؟ امتى؟ اخر ميعاد للدفع بعد بكرة؟ لا احنا اخر ميعاد للدفع يوم 15/9. لا انتوا بتجيبوا بقى كراريس وكشاكيل وحاجات غالية قوي. لا احنا ما بنجيبش من هناك، احنا بنجيب بحاجات ارخص. يعني الموضوع كله ممكن يكلف بتاع باكو، يا دوبك نلحق. طبعا في بقى محل بيبيع شوزات بدل من ال 600 اللي بتقولي عليها دي، الجول ب 250. طب يا حبيبتي بقي طمنيني. دي ام عاطف كانت بتكلمني على الحاجات، ويلا مش عايزه اشغل بالك انت بالحاجات دي بقى. بتقولي ايه انت؟ ليكي ساعه بتحط مش سامع، ليكي ساعه ما تشاوري فيها مش سامع. امال يا اخويا قاعد عمال تجمز وتلمز وتعمل كده وتعمل كده، هو في ايه بالظبط؟ اثرت عليكي؟ مش قصدي يعني، بس انا فاكراك شايفني، فاكراك سامعني. عايزه ايه انت؟ انا هعيد كل ده تاني؟ وانت اصلا جبت البتاعه دي منين؟ كنت اديتها لها اسمع اغنيه. ده ايه الحظ ده يا رب؟ يعني يوم ما انطق كنت بتقول ايه دلوقتي؟ عايزه ايه؟ ربنا يدينا القوه تاني بقى، الطاقه خلصت. احسن انا البس ونازل. ها قال لك ايه؟ ولا قال ولا عاد يا اختي، طلع مش سامعني في الاخر بعد ما قلت كل حاجه. يعني ايه؟ لسه هتقولي لي يعني وما يعنيش؟ ايش عرفنا انا؟ لا بقى الكلام ده ما ينفعش بقى، فهنعمل ايه طيب؟ اوعي لي كده. اتفضلي. هي فين؟ امال ايه ده؟ ايه ده؟ ايه كراريس مالها؟ ما هو جداد اهو بورقها وما هو فاضي. ازاي انا ماما اخد كورسات قديمه يعني؟ نروح نجيب بقد كده وفيه، وبعدين ما هي مليانه اهي. اهو في فاضي اهو. ده كل مستر عايز كراسه بعدد معين، اللي عايز 58 ورقه واللي عايز 72 ورقه. سهله. مضايقك يعني النص اللي مكتوب فيه ده؟ اهو يا حبيبتي. استني بقى كده وقطعي انت الباقي وخدي بعضك وروحي بالفاضي. مالها دي؟ اهي قعدتوا تقطعوا منها لحد ما خلصتوها اهي، ما فيها اهو فاضي اهو. حضرتك مش واخده بالك من المكتوب ده كله؟ طب والمشكله؟ نقطع المليان واخلي لك الورقتين الفاضيين تكتبي فيهم، واروح له بورقتين. ده انت عارفه دلوقتي لو رحتي مدرسه بكراسه بورقتين هتطلعي ترند. طب الكراريس وحلتيها، الشنط بقى هنعمل فيها ايه؟ لا دي اسهل حاجه عندي بقى، غمضي عينيك عشان المفاجاه. بصي. لا معلش ثانيه واحده، ايه ده؟ ايه رايك؟ ده على اساس ان انا في حضانه مثلا. يا اختي انت احسن ما تمسكي شنطه طولك. ايه ده؟ مش عاجباكي دي؟ بلاها خلاص، اصلا خساره فيكي. لبس المدرسه، اللبس اليونيفورم. اروح بقى اعيطك الفسكوز وتروحي بتاع السنه اللي فاتت لون مختلف. ده انت بتعقديها، نصبغه وفي اسهل من كده. هو حضرتك ما اديتيش على بابا جايه انا صح؟ صدقني يا ريتني انا كلمته من بدري. انت مش عاجبك حاجه، انت نمروضه اصلا. بروحي قولي لابوك انت بقى، انا مالي. عادي يعني فيها ايه؟ بابا لو سمحتوا محتاجين فلوس عشان حاجات المدرسه. بابا لو سمحتوا محتاجين فلوس عشان حاجات المدرسه. بابا لو سمحت هات فلوس عشان حاجات المدرسه. بابا لو سمحت هات فلوس عشان سهل. بابا عايزه ايه؟ اعمل حاجه الشاي دلوقتي ولا خليه بعد العشاء؟ مش هتعشى، انام خفيف. اوعي. نام خفيف احسن. اتفضل حضرتك، تصبح على خير يا بابا.